كل الناس بتغتاب كل الناس، ان انت كده عامل زي ما تكون بتنهش في لحمه. وللناس ما تعرفوش ان الغيبه من الكبائر، ولا تكفرها لا صلاة ولا حج ولا صيام ولا أي حاجة. ده عقابهم ده لسه كمان ليوم القيامه ما جاش. قال اسلم منك كل اعدائك ولم يسلم منك عرض اخيك المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا عم ما تخليك في حالك، لكن المشكله ان انت بتقع تحت ضرس عبد زيك، تقول له سامحني اقول لك هات من حسنات. طب انت كتبت كام الف واحد؟ أو المسلم لو كل من هذا البغل الميت لحد ما يملى بطنه أحسن ليه من إنه ياكل لحم أخيه المسلم. في خسة ودناءة في لأن أنت مش عارف تواجه. لا في ناس ما تعرفش تواجه كتير، في ناس تبعت في الدرة، تبعت رسائل على الفيسبوك من اكونتات فيك. ده انسان ضعيف. لا ده قال عليك كذا كذا يوم كذا ومش عارف، فاكر لما في الفرح اصلا وهكذا بقى. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دي الحلقة الأولى إن شاء الله من برنامج واقترب. الحلقة دي إن شاء الله نتكلم عن آفة خطيرة جدا أو عادة في المجتمع، وكلنا إن شاء الله عايزين ما نوقعش فيها بإذن الله. إن شاء الله. قبل ما نبدأ عايزين ننوه للناس ونشكرهم إن هم اتفرجوا علينا واستحملونا 50 دقيقة التمهيدية دي، ونحب نقول لهم إن شاء الله إن الحلقة بتنزل على جوجل بودكاست أو السبوتيفاي، علشان لو حابين إن هم يسمعوها وما يتفرجوش على 50 دقيقة على اليوتيوب أو يهلكوا الباقة بتاعتهم. وهي الحلقة كمان هتبقى أقصر كمان إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. الموضوع اللي هنتكلم فيه هو الغيبة. اتفضل يا اسماعيل. الله يخليك، الله يزيد فضلك. هو السبب من اختيار موضوع الغيبة طبعا إن هو آفة العصر. تمام. كل الناس بتغتاب كل الناس، في قعدات عائلية، في شغل، في لقاءات، حتى في التليفون تكلم أي حد شفت فلان عمل إيه، شفت حصل إيه، ده فلان. سلام بقى لو القعدة كترت. بالظبط. والناس للأسف مش عارفة الفرق بين الغيبة والنميمة والبهتان. لو سألت واحد ايه الفرق بين الثلاثة مش 90% من الناس بتختلط المفاهيم في النقطة. فاحنا بأمر الله ربنا يوفقنا إن شاء الله ونوضح الأمور دي لأنفسنا بإذن الله وللناس إن شاء الله. نذكر نفسنا إن شاء الله قبل ما نذكر الناس إن شاء الله. فالغيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها هي ذكرك أخاك بما يكره. أقول على أخويا المسلم حاجة هو مش حابب إن أنا أقولها عليه. تمام. حتى واحد من يصير في نفسه حاجة. واحد من الصحابة سأل يا رسول الله إن كان فيه ما أقول، لو اللي أنا قلته ده موجود فيه فعلا، يعني أنا ما كدبتش. حلو. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يبقى ده الفرق بين الغيبة والبهتان. اظبط بقى عليهم كده. الغيبة إن أنا أقول فيك حاجة موجودة فيك. تمام. والبهتان إن أنا أقول حاجة كمان مش موجودة، يعني البهتان أشد وطأة، لأن أنا بكذب على الشخص نفسه، هو الحاجة دي مش موجودة فيه، بغتاب وبكذب عليه كمان. تمام. بكذب في ظهره كمان. فالبهتان أشد وطأة من الغيبة. تمام. ده النقطة الأولى. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الغيبة إيه بقى؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. من شدة التعبير القرآني إن أنت كده عامل زي ما تكون بتنهش في لحمه. تشبيه خطير جدا. أنت قاعد بتاكل فيه ميت كده، قاعد زي بتاكل في جسمه وهو ميت. تمام. ده تعبير طبعا بيدل على شدة الفعل. تمام. وللناس ما تعرفوش إن الغيبة من الكبائر. طبعا. فعل من الكبائر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بالضبط. يعني انا اكف لساني او يدي يبقى انا كده اسلم واسلم المسلمين مني يعني. بالضبط. فانت بتأذي اخوك المسلم بلسانك. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج بيقول ايه بقى؟ رأى الرسول صلى الله عليه وسلم اقواما لهم اظافر من نحاس. تمام. يحمشون بها وجوههم. هم نفسهم هم بيقطعوا وش نفسهم باظافرهم النحاس دي. يقطع وشه كده بضوافر اللي من نحشفها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني المشهد بالنسبه له عظيم. فقال ما هذا يا اخي جبريل؟ قال سيدنا جبريل قال له ايه بقى؟ هؤلاء اناس كانوا يمشون بين الناس بالغيبه. او كما قال سيدنا جبريل يعني. دول الناس اللي كانوا ماشيين في الدنيا بيغتابوا الناس. ده عقابهم ده لسه كمان ليوم القيامه ما جاش. ده يعني لسه كده تسخين. والعياذ بالله. والعياذ بالله. طيب الاول خطيره جدا. انا اعرف بقى ايه هي شروط الغيبه وانواع الغيبه واشكال الغيبه علشان ما اقعش فيه. حلو جميل. صح كده؟ طيب يبقى ايه انواع الغيبه عشان لو نبدا بس نفصل. الغيبه ليها عده انواع. تمام. منها غيبه اللسان ان انا اتكلم عليك. تمام. صح. ومنها كمان غيبه ايه؟ غيبه الاشاره. مره امراه جات للنبي صلى الله عليه وسلم تساله على شيء. فبعد ما مشيت السيده عائشه يعني شاورت للرسول بايديها كده اشاره ان الست دي ايه؟ قصيره يعني ما قالتش حاجه. اشاره شاورت بس كده.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني ايه بقى لو مزجت يعني لو تخيلنا ان الكلمة دي لها لون، برضو انا يعني حسيت بهول الموضوع اكتر. ايه البحر ده بقى له الاف السنين، السفن بترمي الزبالة فيه والمصانع مخلفاتها فيه. جميل. ويعني الناس بتروح تصيف الدنيا بتخرب، ورغم ذلك ما بيحصلش حاجه، ما زال طاهر، ما بيغيرش البحر وما زال طاهر. ايوه خلاص كده تمام. لكن كلمه حجم البحر المهول ده كلمه زي دي بقى لو مزجت تخيل بقى شده الكلمه دي قد ايه. لو الكلمه دي لها لون، اثر الكلمه نفسه هو اللي يعمل كل ده في البحر. شوف اثر كبير يبوظ لون البحر كله. تشبيه عظيم طبعا. تعالى بقى نبص للاشاد. هي ما قالتش حاجه اصلا. يعني هي مجرد انها اشارت، شاورت. احنا بقى مش بنشاور، احنا بنخرب الدنيا. صح ولا غلط؟ بنقول اللي ما يتقالش. فمن الغمز يعني من ضمن انواع الغيبه الهمز واللمز. ويل لكل همزة اللمزة. الهمزة اللي هو باللسان، اللمزة اللي هو زي ما انت بتقول كده بالاشاره بالحركه بالغمز. بص ده مش عارف، بص اعمل ازاي. وفي الغيبه بالمحاكاه. اقلد ان انا اقلد الشخص في غيابه، في مشيته، في حركته، مش عارف بص ايه. بص ده بيمشي فريد لي دراعاته ويعمل كل دي غيبه. تمام كده. فالغيبه ليها اشكال كتير. جميل. اهم حاجه كمان في شروط ده بنقع فيها كلنا، ده احنا يوميا بقى كل الناس بترتاب ولسه هنشوف اصلا جزاء الغيبه ده ايه يعني لما نوصل. اتفضل. اهم حاجه طيب الغيبه عشان نقول ان دي غيبه. تمام. اولا لما انا اتكلم على شخص تكون انت عارفه. يعني هتقول لي ما كده كل الشيوخ على المنابر بتغتاب الناس ليه؟ بيطلع يقول لك وقال لي احدهم ده عمل كذا كذا كذا. يبقى انت تذكر اسمه او تلمح له. المهم ان انا اعرفك بطريقه او باخرى بتكلم على مين. حلو. طب لو انا بتكلم في المطلق انت مش عارف مين، دي مش غيبه، ما تقعش لان انا ما اساتش لشخص. تمام كده. او بذكر موقف مثلا عن بعض اناس يفعلون كذا وكذا ما جبتش سيرته. لكن لازم ان انا في الغيبه ان انا اذكره بشيء سيء وانت تبقى عارف انا بتكلم عن مين. جميل. خلاص. سواء بقى ايه انا قلتها صريحه لمحت لك، المهم انا وصلت لك مين هو الشخص ده. جميل. تمام كده. تمام. طيب ده بالنسبه للانواع وبالنسبه لشروط الحكم الغيبه نفسه. واحنا لسه قايلين الغيبه تعتبر كبيره من الكبائر. ومشكله الغيبه ايه بقى؟ ان هي بتقع تحت نقطه ايه؟ ان الناس هتقتص منك يوم القيامه. ان الشخص ده هيجي يوم القيامه والعياذ بالله معاه جبال من الحسنات، اللي هو الشخص المغتاب ده جبال بقى كان بيصلي وبيصوم وبيعمل كل حاجه. هيجي يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى في المغفره. الله سبحانه وتعالى بيغفر اللي في حقه هو سبحانه، لان ربنا حرم الظلم على ايه؟ على نفسه. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى انت قصرت في حاجه في عبادتك بربنا واستغفرت، ربنا يغفر لك. جميل. طب انا اغتبتك واستغفرت، ربنا ممكن يغفر لك بس بالنسبه للحق بتاع ربنا يغفر لك في حقه هو سبحانه وتعالى، مش في حق الشخص. جميل. ده لو انت تبت بقى يا نهار ابيض، الموضوع خطير. يعني انا كده لو انا اغتبتك انا يعني ده يعني في ذنوب كبائر ليها كفاره. جميل. طب ده وضعه ايه؟ ما هو كده الامام ابن عثيمين قال لك ان الغيبه من الكبائر ولا تكفرها لا صلاه ولا حج ولا صيام ولا اي حاجه. لازم حاجه واحده بس، اللي ان انا اروح لك اقول لك انا قلت عليك في ظهرك كذا سامحني. دي في حد ذاتها ذل ليك وكسره ليك طبعا. ما ده عشان يعلمك، عشان يعلم لازم انت اللي تغفر لي، انت اللي تسامحني. طب انت كتبت كام الف واحد؟ يا نهار ابيض. موضوع. طب نفترض الشخص ده ضعيف العقل. يعني ايه؟ يعني مش عاقل بلغتنا. هتروح له اقول لك انت بتتكلم عليا وهيعمل مشكله اكبر. يبقى لها حل تاني، ان انت تروح في نفس المجلس اللي ذكرته فيه بسوء اذكر المحاسن بتاعته، والله اعلم دي هتغفر لك بشكل كامل ولا لا. فبالتالي هيجي يوم القيامه الراجل ده مصلي وصايم وعامل حسنات وعامل عبادات. يبقى علشان اتوب من العمل ده يبقى احقق شروط التوبه العاديه واضيف عليهم كام شرط تاني. اطلب من الشخص بقى يعني ندم واقلاع عن الذنب واستغفار. دي التوبه العاديه. ده التوبه العاديه. وان انا اعزم ان انا ما اكررش الفعل تاني. ده الطبيعي. وبعد كده ابدا اروح بقى للشخص او اقعد في مجلس استحسنه عند انا بقى كبريائي مانعني ان انا اروح للشخص. تمام. بسيط الموضوع جدا. هيجي الشخص ده يوم القيامه واخد من حسناتي وهيجي الشخص التاني واخد من حسناتي، هيترصصوا بقى. يبقى انا شغال له بقى في الدنيا. انت بقى قاعد بقى عمال تعمل تصلي له هو وتزكي له هو وتتصدق له هو. طب لحد كل واحد ياخد من حسناتي والعياذ بالله فتتحط من الحسنات بقى يتحط من ايه؟ من السيئات بتاعت الشخص، من سيئاته بتاعته على الشخص ويترمي في النار. عشان انا مثلا مستكبر ان انا اقول له سامحني. يعني يكون الانسان مبهور بالاعمال بتاعته ويجي تطير فجاه. واحد راح لواحد قال له فلان الفلاني قال عليك كذا. جميل. قال مرحبا بحسنه لم اتعب بها.
الحمد لله شكرا اداني حسنات من عنده. حسن انا ما تعبتش فيه. ابن المبارك قال لك لو كنت مغتابا شخصا او لو كنت مغتابا احدا لاغتبت والدي فهم احق بحسناتي. بذكرك بقى موضوع الوالدين دول، اتفضل. انا اقول لك نقطه. انت تعرف الام لما تتصل بالتليفون كده كان ذكرها لفت نظري ليها الشيخ محمد الغليظ. قال لو انا ما ده صح ام حد مثلا اتصلت او انا او حد الواد ابني ده فيه مجنني، انت تعرف ان انت غتبت ابنك صح كده؟ يا خبر. وابنك كده هيقتص منك؟ يعني مش انت عشان امي مش عشان امي يديها حق ان هي تذكر عيوبي للناس. فضايح. يعني ابنك اللي اقرب حد ليك اهو انت مش مسموح لك ان انت تذكره بسوء من ضربه. انت تعرف ان انت كده مطالب ان انت تقول لابنك سامحني. في ناس بتعمل كده بغرض انها ان انا ببعد عنه العين. لا بص بقى، الغيبه ليها 6 اشكال. جميل. يجوز فيها بس الغيبه. يبقى لازم نحدد الاشكال دي علشان خاطر نتجنب اي تبقى عارف ال6 اشكال دول وتطبقهم. هم دول 6 اشكال بس، جمعهم الحافظ ابن حجر العسقلاني. جميل. صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، جمعهم في بيت الشعر كله. لما تيجي تتدرس ال6 اشكال دول هتلاقي ان هم مرتبطين بقضاء حوائج الناس في الدنيا، لازم يبقوا موجودين. جميل. وحصلوا قدام تحل الغيبه في هذا الموضوع. بل بالعكس دي مطلوبه، تكون واجبه كمان، واجبه عليك. جميل. ايه هم بقى ال6 مواضع دول بناء على حاجات حصلت مع النبي؟ قال ايه بقى؟ القدح ليس بغيبة في 6. 6 امور مش غيبة. جميل. القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. جميل. فصل بقى الموضوع. 6 أشكال. متظلم ومعرف ومحذر. تعالى ناخد منهم كده ايه، هم واضحين من اسمائهم يعني. واحدة. متظلم، انا عندي مظلمة وعايز حد ينصرني. او مثلا انا بعرض مظلمة على الناس، قاضي لا قدام القاضي او بتاع، ما هو الراجل مش موجود، ده عمل وسوى. معرف، يا ابني تعرف فلان فلان اوصفه مثلا فلان اللي هو القصير شويه ده، او فلان ده اللي هو انا هنا مش قصدي من جوايا ان انا اسئله او انتقص منه. جميل. انا بس بعرفه ودي تدخل فيها الايه، النيه. جميل. انا ممكن اقولها بسخريه وممكن اقولها بتعريف. النيه اهم شيء. ايوه. فبالتالي انا لو بعرفه، كنت قاعد امبارح مع خالد مين؟ خالد يا ابني اللي هو اللي بيمشي كده شويه الاعرج مثلا او لا زي ما في عالم كبير اسمه الاعمش. ما دي صفه ليه، بس هو الناس مش بتتريق هنا، ده تعريف ليه. جميل. الناس ما تعرفوش الا بهذا الاسم. محذري، راجل معروف بالسوء. جميل. خلاص. وهيأذيك وبيجرجرك زي الام والاب، يا ابني ما تمشيش مع فلان ده هيأذيك. انا وبرده دي تدخل فيها النيه بشكل كبير. ممكن اكون بحذرك وممكن اكون قاصد اوقع. جميل. صح. تمام كده. جميل. يعني النيه هي اساس العمل طبعا. طيب، متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسق. انا شفت واحد بيعمل فسق وشفت واحد بيعمل سوء ومجاهر بيه يعني وهو بيجهر بيه عادي ومش فارق معاه، انا بعمل كذا، ايه المشكله؟ لا لازم يقف عند حد ويتقال. تمام. ومستفتن زي السيده هند بنت عتبه لما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ان ابو سفيان رجل شحيح. النبي ما قالهاش انت ازاي تقولي عليه كده، هي بتستفتي النبي، ما هو ده امر من امور الدين صلى الله عليه وسلم. ايوه طبعا. فالنبي افتاها وقال لها تعمل كذا كذا كذا. ليه انت هنا بتستفتي؟ واحد اتصل بشيخ، يا شيخنا انا مراتي مطلعه عيني. لا ما بيكتبهاش هي دي مش غيبه، ما هو انت بتستفتي في دين. ومن طلب الاعانه في ازاله منكر. جميل. في منكر بيحصل لك، في شيء حصل وحش بيحصل لك، في حد بيأذيك في بيتك، في حرب، وانا رحت لفلان تعالى ساعدني نخلص من الشخص اللي بيأذيني ده. او الحسن البصري اقر هذا القول برضو بان ثلاثه لا غيبة فيهم، اللي هو الفاسق المجاهر والإمام الجائر وذي بدعة. يعني لو حد مطلع بدعة جديدة مثلا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لازم أحذر منه طبعا، لازم توقف، ما تدخل في التحذير. جميل. تمام كده. جميل. فدول بس ال6 أشكال الجائز فيهم الغيبة اللي احنا قلنا. غير كده انت بتقع في كبيرة من الكبائر، بتستنزف دينك طبعا. وبقى أقول لك على حاجة كمان، هي بتستنزف دنياك طبعا. لان انت قاعد طول الوقت شاغل نفسك بالشخص اللي عمال ده، شفت ده عمل ده، شفت ده بيساوي. يا عم ما تخليك في حالك. واحد كان قاعد عند ملك او حاجه زي كده، فكان واحد شخص قاعد، فبعد ما خرج قال له يعني بما معناه ان تعرف ان هو عمل كذا 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 كذا، اغتاب. فالملك رد جميل جدا. قال اشاركت في حروب المسلمين في الروم؟ شاركت مع المسلمين في حرب الروم وكده؟ قال لا. قال اسلم منك كل اعدائك ولم يسلم منك عرض اخيك المسلم؟ حاجه كبيره طبعا. يعني انت المفروض القوه او الشر او الاذى او ايا يكن هنسميها اللي عندك تستغلها في حربك ضد عدوك،
مش حربك ضد مش حربك ضد اخوك المسلم طبعا يعني ويا ريتك حاربت ضد عدوك، ده اعدائك سالمين منك وبتيجي اخوك المسلم. طب سيدنا بالمناسبه يعني برضو سيدنا عمرو بن العاص لما مر على بغل ميت وكان كان معاه احد اصحابه قال لهم يعني فيما معناه ان انت لو كلت او المسلم لو كل من هذا البغل الميت لحد ما يملى بطنه احسن ليه من انه ياكل لحم اخي المسلم. يا خبر، موضوع خطير، موضوع كبير جدا وكلنا بنقع فيه وبقى لا ارادي. يعني انت ما بقتش تاخد بالك ان انت اعتدنا على الموضوع فالموضوع خلاص بقى واسوأ شيء ما كل الناس بتعمل كده. المشكله كمان يا محمود في الغيبه بجد الناس بتستدل على ان العمل صالح او غير صالح او ده عمل حسن وده عمل سوء بان مثلا قدر الناس اللي بيعملوه قد ايه. يعني لو مثلا في قدر كبير من الناس كل الناس بتعمل ما يا عم ما كل الناس مثلا بتتكلم على الناس. ايه المشكله ان انت مع ان ربنا ذكر في القرآن دايما الناس الكويسين بالايه بالقليل وقليلا من عبادي الشكور وقليلا مش عارف. حتى سيدنا عمر بن الخطاب كان دايما بيدعي يقول اللهم اجعلني من القليل. ايوه سلة من الاولين وقليل من الاخرين. نعم. فلا هي ملهاش علاقه، انت المفروض عندك اسس تمشي عليها. بس هو اصعب حاجه من وجهه نظر انا بقى تمام في الغيبه ان اولا انت لو قعدت عمرك كله تستغفر عن الغيبه دي حاجه ودي حاجه. جميل. انا غتبتك انا لازم انت اللي تسامحني. جميل. فده بيحطك في نقطه تذلل للشخص ده لانه لو ما سامحكش هيقتص منك يوم القيامه. ابن عباس برضو علشان في هذا الموضوع يعني ابن عباس قال اذكر اخاك بما تحب ان يذكرك في الموضوع دوت. في المطلق بما تحب ان يذكرك. يعني اعمل او قول اللي عن الناس اللي حابب الناس تقولوا عليك، تحب ان الناس تقولوا عليك، ودع عنه ما تحب ان يدع عنك. يعني الحاجه برضو اللي انت مش عايز يعني ما تحبش ان ده يقولها عليك فانت ما تقولش عليه برضو الكلام ده كله هتترد لك. في نقطه برضو الناس بتغلط فيها، موضوع الجواز. تمام. الجماعه الجواز ده مش غيبه. يعني انا رايح اتقدم لعروسه وجيت سالت الجيران يقول لك لا والله ده ناس زي الفل وناس مش كويس وهم فيهم اللي فيهم. ما هو ده مستفتي اهو. انت كده هتوديني ما ده جه الشرط عليه شرط كان مستفتي. ده جاي يستفتيك لازم تقول بما يرضي الله. انت كده ما غتبتوش، ده بالعكس انت لو ما قلتش الصح انت آثم. بالظبط لانك بتبني على باطل كده. فيعني احنا نطلب من الله انه يسامحنا ونحاول نصلح في اللي فات. تمام. مع اي حد غتبناه. طيب انا معلش يا محمود، انا لو عايز دلوقتي اسيب الغيبه او اترك الغيبه اعمل ايه؟ احنا لسه قايلين في الموضوع ده ان انت اول حاجه ان انت تعدم التوبه. 2 تحصر الناس اللي انت كتبتها وتروح لهم اللي صاحب ركحان عقل منهم تقول له. جميل. اللي مش هيعمل مشكله اللي هيتفهم الامر. احاول بقى بقدر الامكان. في ناس بتاخدها فتح الصدر اللي هو ايه وده مش صح. احنا قاعدين في الشغل مثلا فانا اتكلمت عليك من ورا ظهرك واول ما انت تيجي على فكره انا قلت عليك كده بس عشان ما ابقاش اغتابتك. لا انت اغتبتني. لا وبتقولها له اللي هو انا بعمل كذا. لا اللي هو انا كده عشان ما ابقاش اغتابتك فانا قلتها في وشك. لا ما انت كده اغتابتني وقلتها كمان في وشك. مساء الخير. ايه الاخبار؟ لا انت المفروض تطلب مني ان انا سامحك عشان الموضوع يعدي وابقى انا مريح ضميري والدنيا تمام. لا المفروض تطلب منه انه يسامحك. ما سامحكش انت ما زلت في الغيبه. وبعدين انا لازم برضو استحضر يعني المفروض الانسان المؤمن دوت والنبي صلى الله عليه وسلم عدد درجات المسلم اللي هو الاسلام وبعديها الايمان وبعديها الاحسان. انا علشان اتوب من حاجه زي كده لازم استحضر ان ربنا سبحانه وتعالى شايفني. ان تعبد الله كانك تراه، ما هي دي عباده. ان انا اتقي هذا الذنب فدي عباده. ان تعبد الله كانك تراه. فانا دلوقتي استحضر عظمه ربنا سبحانه وتعالى انه مطلع علي فانا ما اعملش الذنب ده. او ان انا برضو احط في بالي ان في رقيب علي. في يعني الملكين اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعهم لكل كبير انسان وصغير وكل كبير وصغير مستتر. يعني مكتوب. يا راجل دول اختلفوا في الصفاره سابوا امرها لله الملائكه. يعني اللي بيصفر ده ملك السيئات عايز يكتبها وملك الحسنات مش عايز يكتبها. ايوه طبعا. فملك السيئات يقول شغلته عن الطاعه وملك الحسنات يقول ما عملش معصيه. فملك اللي هو ممكن في اللحظه دي كان ذكر ربنا سبحانه وتعالى فضاع الفرصه دي عليه. فملك الحسنات يقول له بس في نفس الوقت هو لم يعصي فتركوا امرها لله. يبقى انا احط دي صفاره. احط في بالي ان في ملكين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد معاه. وبعدين يعني سيكتبوا ما قدموا واثارهم. يعني حتى بعد ما تموت لسه الكلام شغال. يعني ممكن انا كتبت غيبه ولبست فيك وانتشرت وانا مت والناس قعدت ترددها. يا خبر ابيض. كل ده خلاص بقى بيسجل بقى. ده ملايين. يعني انا بموت والملائكه بتاعتي بتكتب لي. دلوقتي ما اسهل ان انا اعمل كده. اطلع على السوشيال ميديا وولع الدنيا. اقول على فلان مثلا انه فاجر او فاسق او صاحب بدعه او ايا كان اقول عليه ايه هنتشر زي النار في الهشيم. شكرا.
فيعني هو احنا حبينا نذكر الناس ونذكر نفسنا. جميل. ان اصعب شيء في الغيبة ان هي ربنا بيترك امرها بينك وبين العبد. هي لو بينك وبين ربنا ان الله غفور رحيم طبعا. انت لو ذكرت ربنا كل يعني ربنا سبحانه بيغفر كل شيء الا الشرك. ايوه طبعا. فيعني ربنا غفور، لكن المشكله ان انت بتقع تحت ضرس عبد زيك، والعبد زيك مش هيحلك يوم القيامه. هيحلك. هتقول له سامحني، يقول لك هات من حسناتك يا باشا، انا محتاج الحسنات. بالظبط. حسناتي خلصت، خد بقى من سيئاتي. فانت بتشيل عني. يعني انت اللي بتغتابه ده لو مضايقك، لو افترضنا انه مضايقك، انت بتعمل له بتديله من حسناتك، انت كده بتصلي له، هو بتذاكر. المغتاب ده جبان، شخص جبان في خسه ودناءه في لان انت مش عارف تواجه. طب روح قول له الشخص ده. لا في ناس ما تعرفش تواجه كتير، في ناس تبعت في الدرة، تبعت رسائل على الفيسبوك من اكونتات فيك. ده انسان ضعيف. والعياذ بالله. ربنا يذكرنا ان شاء الله واياكم. احنا يعني كنا حابين نلقي الضوء على حدث بيحصل في حياتنا يوميا. ممكن تروح الشغل تلاقي شخصين بيتكلموا عن ثالث، ممكن تروح مكان معين في اجتماعات او حاجه تنطلق وتسف على فلان وتتكلم على علان وهكذا، او في الاجتماعات برضو اللي في البيت عندك. والعياذ بالله ربنا ما يجعل الغيبه عندنا ولا فينا ولا فيكم ان شاء الله. ما قلناش ايه هي النميمه بقى، قول لنا ايه هي النميمه ونختم بيها. النميمه هي انك تنقل كلام من شخص، من محمود مثلا، اروح اقوله شفت فلان قال عليك ايه لشخص تاني بغرض الايقاع ما بينهم. انا مش عايز اوقع والله، بس هو قال عليك ان انت ما بتفهمش حاجه. ايوه لا ده قال عليك كذا كذا يوم كذا ومش عارف، فاكر لما في الفرح اصلا وهكذا بقى. فعايزين ان شاء الله باذن الله ان احنا نفرق ما بين الانواع دي ونحاول نتذكر، ما نعملهاش كلها. بالظبط كده، من غير بقى نفرق، ما نعملهاش خالص. لا نفرق علشان بغرض ان احنا نعرف وان احنا ان شاء الله باذن الله ربنا يجنبنا واياكم هذا الفعل الشنيع. شكر الله لنا ولكم. شكر الله تعالى. وان شاء الله باذن الله نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله من برنامج واقترب. اشوفكم في درس تاني ان شاء الله، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وهنختم بقى بايه قرانيه اخونا محمود ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، نشوفكم على خير ان شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن